ودلوقتي ممكن نقدم اتنين من ألمع الفنانين المصريين، لقاء ما بين الفنان محمد منير والإذاعية اللامعة ماما نجوى ونجوى إبراهيم. تعالوا نشوف ممكن يحصل ايه لو في لقاء ما بين نجوى إبراهيم ومحمد منير. تعالوا معنا. طب الملف اللي معايا ملف مطربنا محمد منير، بيقول ان هو من مواليد 10/10/54، يعني برج الميزان. 10/10 او 10/10 ما بتعنيش شيء في حياتك؟ بتفكرني بالبرنامج بتاعك 10. يعني دايما اما حد ياخد علامة مظبوطة ياخد 10/10. رقم 10 في حياتك بيمثل ايه؟ لما بتكتمل بتبقى 10/10 بحس بسعادة أكيدة. أخدت كم مرة 10/10 في شارع الفن اللي انت ماشي فيه؟ لما بحضر حفلات فيها ناس من سني ومن جيلي ويسقفوا لي كتير بحس ان انا في حالة شعور بال10/10. تقدر تدي محمد منير دلوقتي كمطرب 10/10؟ انا ما اقدرش، الناس هي اللي ممكن تقدر تديني. انت قلت لي لما تغني لشباب في سنك، لو رحت حفلة ولقيتهم كلهم لابسين وجد قوي وكبار في السن ومفيش شباب، احساسك بيكون ايه؟ بيأثر على غنائك بصراحة؟ يعني بحس ان انا موظف غنى اكتر من حاسس غنى، يعني انا ما بفترضش فيهم ان هم هيرفضوني من البداية، لكن ده جيل ليه مواصفاته وليه سلوكاته في فهم فنه بالشكل اللي يعنيه ويعني كل الظروف اللي عاش فيها، واكيد هي مختلفة لان انا طبع مختلف عن ابويا. بتغير الاغنيات، يعني اختيارك بيختلف، يعني لو لقيت حفلة فيها الاشخاص اللي انا قلت عليهم بتختار لهم اغنية ايه من اغنياتك؟ بحاول اجد في تجاوبهم معايا نجاح تاني، وعشان كده ما بقدرش اغير اغنية، لان انا ما بقدرش اصنف اغنية لحد يعني لسن معين. يعني برج الميزان بيقولوا عليه ان هو بينمق كلامه وبياخد باله جدا في الكلام، ده مظبوط؟ يمكن. برج الميزان عاطفي جدا، حساس جدا، وممكن لو حب زي ما بيقولوا يموت من الحب. يمكن انا دايب في اي تجربة فنية انا بعملها، بحبها لدرجة الموت. سريع الغضب، لكن بيحاول دايما يبقى بيحط ستارة ثقيلة جدا على غضبه. يعني على مستواي الشخصي ممكن اكون سريع الغضب، يعني كمان بحب الوضوح، يعني فالغضب ده ناتج عن عدم وضوح في الطرف المضاد قصادي. يعني بيقولوا ان هو خجول جدا. طب مطرب يبقى خجول، يعني ازاي تغلبت على الصفة دي؟ اصله في حالة حب الاغنية وحب الغنى وحب المزيكا بتنسي حاجات كتيرة. هل الوسامة بتدخل في صنع شهرة الفنان او الفنانة؟ اصل الوسامة من وجهة نظري ما هياش تفاصيل او اكسسوارات او مظهر. الوسامة قبول، واذا انا حسيت بالقبول ده فحس ان انا وسيم ومرتاح جدا. يعني عموما احنا بنعتبرك وسيم لان ليك عندنا قبول شديد. الله يخليك. محمد منير اول اغنية غناها هل هي كانت مفتاح باب الشهرة ولا كان في محاولات كتيرة؟ اصل احنا في ظروف خروجنا ما غنيناش بالمفهوم القديم، بمعنى ان احنا ممكن نغني اغنية. يعني احنا بنقدم دايما مجموعة اغاني، لان ممكن الاغنية زمان كان يكون مدتها نص ساعة، النهارده ممكن في نص ساعة اطرح مجموعة اعمال. مجموعة الاعمال دي بتتناول عدة اذواق، فانا بكون مؤمن ومتحمس لكل الاذواق دي، لكن ما بقدرش احدد واحدة فيهم يعني بالتحديد. هي دي المسألة، يعني كل واحد ممكن يحب اغنية بشكل مختلف عن التاني. يعني مكان الميلاد؟ أسوان. كنا معا في لقاء متميز مع الفنان محمد منير والإذاعية اللامعة نجوى إبراهيم، وأيضا لوحات خالد عبد الكريم.